السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم احدث الادوات المنزليه اللي عامله ترند واحدث الاجهزه والحيل والافكار. خليكم معايا لنهايه الفيديو، هتشوفوا معايا حاجات الواو بجد. تعالوا مع بعض نشوف اول حاجه معانا. المنظم ده ينفع منظم توابل او منظم بقوليات او اي حاجه انت عايزاها بقى في المطبخ. فانا شايفه انه عملي قوي وكمان سعره بسيط على قد الايد. الماتيريال بتاعته مصنوع من البلاستيك بس جودته كويسة. في منه 3 خانات زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وفي منه خانتين هنشوفها برضو في الفيديو مع بعض. انا شايفة ان هو عملي وكويس. ده اللي خانتين اهو، بيبقى جاي معاه المعلقة بتاعته شكلها امور قوي وشكله عملي قوي. تاني حاجة معانا الباسكت دي، ينفع نستخدمها باسكت او اي حاجة انتوا عايزينها. يعني الحاجة اللي بنشتريها ممكن يا جماعة ايه، على حسب استخدامنا احنا اللي بنقول هنستخدمها ايه. دي صغنونة كده وحلوة، وكمان هي بتتفرد وتتفتح زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ممكن نعملها باسكت في العربية بتاعتنا او في الشغل في المكتب، في اوضتنا في اي مكان شغالة معانا. ده برضو منظم للبقوليات كده او التسالي التوابل. منقسم ل4 خانات وله غطا. الغطا بتاعه بيفتح على كل حاجة لوحدها زي ما هنشوف كده مع بعض. يعني مثلا عايزين نستخدم الخانة دي فبنفتحها لوحدها. ده بقى عملي جدا برضو وكويس. الحاجات دي اسعارها قليلة واسعارها بسيطة. ده يا جماعة فوط المطبخ. الباكت بيجي فيه 12 فوطة. الفوطة دي تقدري تستخدميها كذا مرة، يعني مش مرة واحدة وترميها، لا بتتغسل وتستخدمها كتير جدا كمان اكنها فوطة مطبخ. وكمان بصوا لو اي حاجة وقعت على الرخامة عندك في المطبخ او في البيت او في اي مكان، بتقدري ان انت تستخدميها ما بتسيبش اي اثر. هي ضد الزيت زي ما احنا شايفين كده. فالفوط دي عملية قوي. زي ما قلت لكم يا جماعة الباكيتة بتيجي فيها 12 فوطة وسعرها برضو بسيط. اللي عايز يسأل على سعر اي حاجة يكتب لي في الكومنت وانا ان شاء الله هرد على كل الكومنتات بتاعتكم. الحاجات دي بقى في ناس كتيرة بتسألني هي موجودة فين. موجودة يعني انا نزلت النزهة يا جماعة، عايزة اقول لكم ان فيها مستوردين كتير جدا وبيبيعوا الحاجات بارخص الاسعار، فعلا ارخص سعر في مصر. موجود في النزهة الجديدة. فيها بقى مولات كده على جنب. دخلت كذا محل وعامله لكم جولات ان شاء الله في المونتاج، وهنزل لكم الجولات بتاعه النزهة. واشتريت منها حاجات كتير. هوريكم برضو مشترياتي من النزهة، وهقول لكم بالاسعار برضو. هعمل لكم فيديو خاص كده بالحاجات اللي انا جبتها وبالاسعار. وكده بقى معانا اللي هو ده زي عامل زي جهاز كده مكنسة، بس هو مش مكنسة، يدوية، مكنسة يدوية كده. بتستخدمها بالعربية وممكن تنفع للانتريه برضو. الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نوصل لها نقدر ان احنا ننضفها بسهولة، وبتشفط لنا كل الاتربة ونقدر ننضف بيها كل الحاجات اللي احنا مش قادرين نوصل لها. ما تنسوش متابعة ولايك، واللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي كتير في الكومنتات. وكمان ما تنسوش تحطوا لي لايك عشان بيرفع الفيديو. بحب ان انا اشكر كل المتابعين وكل الناس اللي بتدعمني باللايك وبالاشتراك. ان شاء الله هنقدم مع بعض جولات كتير واحدث الترندات واحدث الاجهزه والالات، وهنعمل مع بعض افكار كتير. واللي عنده اي افكار ان احنا نعملها مع بعض يا ريت يكتب لي برده في التعليقات. يعني حاجات كده نطور بيها نفسنا ونطور القناه ان شاء الله عشان ما تملوش مني. ده بقى يا جماعة الجهاز ده سعره بسيط جدا، عامل 150 جنيه تقريبا. في النزهة برضو موجود في النزهة. هو لإزالة شعر الوجه، مش للحواجب بس. كلنا عارفين طبعا ان في ناس كتيرة الحواجب حرام وكده، فهو مش للحواجب بس، هو لإزالة شعر الوجه كله. كمان حجمه صغير، يعني هتقدري تاخديه معاكي في اي مكان، تحطيه في شنطتك وتاخديه معاكي في اي حته وتستخدميه بسهوله ويسر، وهيوفر عليكي مجهود وهيوفر عليكي الوقت والجهد ان انت تروحي للكوافير او تروحي مركز التجميل ونقعد فيه بالساعات. فهو هيوفر عليكي كتير قوي. النهارده جايبالكوا الفواحة المضيئة. الفواحة متعددة الوظائف أو متعددة الاستخدامات، 2 في 1، يعني فواحة وناسة في نفس الوقت. ممكن نستخدمها في البيت أو المكتب أو في العربية. شكلها تحفة زي ما احنا شايفين كده، تعتبر قطعة ديكور. وكمان بتعمل كمروحة متحركة مزودة بيو اس بي بنشحنها. نازل منها بقى اكتر من 100 شكل، وشكلها امور قوي وشكلها حلو. وفي منها فواحات خشب. عايزه اقول لكم ان هي عمليه جدا وشكلها حلو قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك عشان اقدم لكم حاجات تانية كتير كتير.